أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمس ناس كتير قوي، وهو الإحساس إن الواحد محبوس مالياً بسبب مرتبه الثابت. يا ترى إزاي ممكن فعلاً نبني ثروة حتى لو المرتب ده مش بيزيد؟ خلينا نشوف مع بعض. طيب خلينا نبدأ بسؤال يمكن كلنا سألناه لنفسنا في وقت من الأوقات. هو ليه الشهر دايماً بيحسسنا إنه أطول من المرتب؟ سؤال بيوجع وبيوضح إحباط ناس كتير آخر كل شهر. وهنا بقى السؤال الأهم، هل معنى إن الواحد دخله ثابت إن ده خلاص بقى حكم مؤبد على المعاناة المالية؟ يعني هل الواحد هيفضل محل سر خصوصاً مع الأسعار اللي بتزيد كل يوم دي؟ تمام، خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول ونتكلم عن اللي بنسميه فخر الدخل الثابت. الإحساس ده إن دخلك المحدود هو السور اللي عمرك ما هتعرف تعديه. كتير مننا بيفكر بالطريقة دي، المشكلة كلها في مرتبي، ال7000 جنيه دول هم السبب. المبلغ ده ببساطة مش بيكفي، ودي بتبقى معركة يومية الواحد بيعيشها. بس هنا بقى بتيجي المفاجأة. الفكرة الأساسية اللي هنتكلم فيها النهاردة هي إن المشكلة الحقيقية ممكن ما تكونش في حجم الفلوس نفسها، لا، المشكلة في عدم وجود نظام لإدارتها. يعني إيه؟ يعني دايماً بنلوم الدخل، نقول هو السبب، بس الحقيقة إن المشكلة في النظام. لما يكون في نظام واضح، الدخل الثابت ده بيتحول من مجرد فلوس بتتصرف وخلاص لآلة بتنتج فلوس تانية. وفي مقولة بتلخص كل ده: الفلوس في العقل مش في الجيب. الناس اللي عملت ثروة مش شرط يكون دخلهم خرافي، لا، هم ببساطة أذكياء في إدارة فلوسهم. الفرق كله في طريقة التفكير والنظام اللي ماشيين عليه. طيب إيه الحل؟ الحل في خطة مالية بسيطة جدا وسهلة نفتكرها، قايمة على فكرة بنسميها الأربع جيوب. ده نظام هيساعدنا نستعيد السيطرة على فلوسنا من تاني. بصوا كده، هو ده شكل النظام كله على بعضه. ببساطة شديدة، أي فلوس بتدخل لازم تتقسم على الأربع صناديق أو الجيوب دي: 60% للاحتياجات الأساسية، 20% للاستثمار، 10% للطوارئ، و10% للرفاهية. نمسكهم واحد واحد. الجيب الأول وده أكبر جزء هو جيب الاحتياجات. ده بياخد من 50 ل 60% من الدخل، بيغطي الحاجات اللي من غيرها منعرفش نعيش: الإيجار، الأكل، الفواتير، المواصلات. ولو النسبة دي عدت 60% ده جرس إنذار، لازم نقف ونراجع مصاريفنا رايحة فين بالظبط. ونيجي بقى لأهم جيب، القلب النابض للخطة كلها، جيب الاستثمار. 20% من الدخل لازم تروح هنا. الموضوع ده يا جماعة مش رفاهية، لا، ده ضرورة، زي الأكل والشرب بالظبط. ده طوق النجاة بتاع المستقبل. الفلوس دي بنحطها في أصول قيمتها بتزيد مع الوقت، زي الذهب أو الأسهم مثلا. الجيب الثالث هو الدرع المالي بتاعنا، صندوق الطوارئ. 10% من الدخل بتروح هنا. ليه؟ لأن الحياة مش بتمشي على مسطرة، ممكن تحصل ظروف طارئة، مرض لا قدر الله، أو أي تصليح مفاجئ. الصندوق ده هو اللي بيحمينا من إننا نستلف، والأهم إنه بيحمي استثماراتنا اللي بنبنيها. وآخر حاجة بقى جيب الرفاهية، وده مهم قوي على فكرة، مش هزار، لازم ننبسط. لو الحياة كلها بقت حرمان وتقشف، أي نظام مالي هينهار. الجزء ده هو اللي بنكافئ بيه نفسنا: خروجة حلوة، أكلة بنحبها، ده الوقود اللي بيدينا دافع نكمل. تمام، الكلام النظري ده حلو قوي، بس إزاي نطبقه على أرض الواقع؟ هنا بقى هقول لكم على السر اللي بيخلي النظام ده ينجح ويشتغل أوتوماتيك من غير أي مجهود مننا. أكبر غلطة بيقع فيها معظم الناس هي إيه؟ إنهم بيحاولوا يستثمروا الفلوس اللي فاضلة في آخر الشهر. والحقيقة المرة إن دايماً مفيش حاجة بتفضل. السر كله في كلمة واحدة: الأتمتة. يعني إيه؟ يعني أول ما المرتب ينزل وقبل ما تفكر تدفع أي فاتورة، فلوس الاستثمار والطوارئ لازم تتحول أوتوماتيك لحسابات تانية. شيلها من قدام عينك، ما تديش لنفسك فرصة تفكر أو تتردد، خلي النظام هو اللي يشتغل لوحده. طيب، هيجي سؤال منطقي جدا: إزاي أقدر أستثمر أكتر لو دخلي هو مش بيزيد؟ هنا بقى بندخل في مفهوم مهم قوي اسمه بناء عضلة الاستثمار. الفكرة كلها إن عضلة الاستثمار دي لازم تكبر مع الوقت، زي أي عضلة في الجسم. ممكن نبدأ بداية بسيطة قوي، 5% بس، ونوعد نفسنا إن كل شهر هنزود النسبة دي 1% بس. الواحد في الأول مش هيحس بالفرق ده في مصاريفه خالص، بس بعد سنة واحدة بس هتلاقي نفسك بتستثمر أكتر من ضعف المبلغ اللي بدأت بيه. هي دي قوة النمو التدريجي. وبكده نكون وصلنا لنقطة البداية المالية الجديدة. الفكرة كلها مش في تغيير المرتب، لا، الفكرة في تبني نظام جديد لإدارة الفلوس اللي معانا دلوقتي فعلا. بس خدوا بالكم، النظام المالي ده مش حاجة بنعملها مرة وننساها، لا، ده عامل زي الكائن الحي، لازم نتابعه. كل 3 شهور كده نقعد مع نفسنا ونشوف هل مصاريفنا ماشية حسب الخطة، هل في فرصة نزود دخلنا، هل استثماراتنا ماشية كويس.
المراجعة الدورية دي هي اللي بتخلينا دايما مسيطرين على الوضع. يعني الخلاصة كلها بتتلخص في الجملة دي، الفرق مش في كام بتقبض، الفرق الحقيقي هو في النظام اللي بتستخدمه. من غير نظام أي فلوس هتطير مهما كانت كتيرة، بنظام حتى الفلوس القليلة هتبدأ تشتغل لصالحك. وخلونا نختم كلامنا بمقولة مهمة قوي، ما تستناش الظروف تتحسن عشان تبدأ، ابدأ انت عشان الظروف هي اللي تتحسن. التغيير بيبدأ بخطوة. وهنسيبكم مع السؤال الأخير ده اللي بيحول كل الكلام اللي قلناه لخطوة عملية ممكن تتعمل دلوقتي حالا. إيه هو أول 1% ممكن تبدأ تستثمره النهاردة؟